السلام عليكم، ازيكم؟ وحشتوني جدا. انتوا عارفين انا بحب الخبز بقى وروايحه الجميله وانتوا عارفين بحب بقى ادخل المطبخ والف لكم الحاجات الحلوه دي. كانت في وصفه زمان امي الله يرحمها كانت بتجيب كده خبز من الفلاحين. ساعات كانوا بيقولوا عليه مرحرح، وفي ناس كانت بتقول عليه بتاو، يعني حاجه كده شبهها، بس ايه، على صحيه شويه، مش كلها دقيق ابيض. ان شاء الله تعجبكم الوصفه. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب، واكيد تفعيل الجرس لو عايز يوصلك كل وصفة جديدة. يلا بينا نعمل وصفة سوا. انا في العجان بتاعي هكون يعني نخلت 2 كوب من طحين القمح الكامل، و2 كوب من اللي هو المعياري اللي انتوا بتستخدموه في البيت، سواء كوباية عادية معيارية او الكوباية اللي انا استخدمتها. ده الشوفان اللي انا استخدمته كمان في الوصفة. الشوفان ده هتلاقوه انواعه كتير قوي، مش لازم النوع اللي انا ظهرته في الفيديو. هطحنه في المطحنة بتاعتي، هيبقى بالشكل ده، او البلندر ممكن يطحنه جدا بنفس المنظر ده. هاخد منه كوب الا ربع او نص وربع بالظبط، هضيفه على القمح الكامل اللي انا ضفته في العجان. هاخد عليه معلقة صغيرة من الملح، وطبعا ده اصح ملح تستخدموه لو يعني امكن، احسن من الملح الابيض. وهضيف عليهم كمان نص معلقه صغيره كمون، وزيهم كمان نص معلقه صغيره من الثوم البودره. وده بقى يعني مش قادره اقول لكم ده عمل ايه في الخبز. الزعتر ده يا جماعه فلسطيني بقى، جارتي كانت جايبهولي، كنت فرحانه بيه قوي بصراحه، غير يعني بالنسبه لي الوصفه تماما. طبعا لو مش موجود اختياري برضو، بس انا بديكوا افكار الاطعمه الجديده في الخبز. ده يا جماعه الوي بروتين انا جبته من اي هيرب، وده كود الخصم، وده برضو اختياري في الخبز، بيدي يعني فايده اكتر للخبز. ودي بقى يا جماعه الخميره اللي انا عملتها، انا ما كانش عندي غير الخميره الجافه، فانا استخدمت منها معلقه كبيره خميره، وعليهم نص كوب ميه دافيه، وعليهم معلقه عسل كبيره، ورشه سكر للاطمئنان ان هي تتفاعل. ضفت عليهم بقى طبعا في العجين 4 معالق كبيره من زيت الزيتون. طبعا الاصح زيت الزيتون من الزيت النباتي. هنضيف عليهم شوية مية كمان. طبعا يا جماعة كل نوع طحين بيختلف، بلاش ابدا اي وصفة مكتوب فيها نسبة المية، كل نوع طحين بيختلف عن التاني. في طحين بياخد نسبة مية اعلى، وفي واحد بياخد اقل. انا ضفت نص كوب ميه دافيه كمان على النص كوب بتاعه الخميره. طبعا النص التاني ده انا بقول لكم بالتدريج لحد ما تلم معاكم كده وتحسوها بتلزق كده تمام. ضيفوا بقى معلقه او رشه زيت زيتون في العجينه، وسيبوا العجينه دي تتغطى كده باي حاجه يعني فوطه مطبخ، وتسيبوها في مكان دافي. سيبوها لحد حوالي ساعه، يعني هتلاقوها نفشت كده وبقت ايه ضعف الحجم اللي انتوا عاملينه. بس دي السيليكون اللي انا اشتغلت عليها، عشان في ناس كتير كانت بتسألني. انا جبتها من SHEIN وحطيت لكم الكود لو حابين ان انتوا تعملوا سيرش عليها، الكود بتاع الايتم نفسه. بصوا نفشت وبقت عامله ازاي، بصوا شكلها. هنكورها كور صغيره بقى، الحجم اللي انتوا عايزينه. اهم حاجه الكوره اللي هتعملوها دي اللي هتبداوا فيها بالفرد، يعني اول واحده دي اللي هتفردوها اول واحده. كل مرحله فيها فرد لازم تريحوا الخبز وخدوها قاعده. بس يعني قطعتوا اول واحده، يبقى دي اول واحده تفردوها، واول واحده فردتوها وقطعتوها دي اول واحده يبدا التسويه بيها. فانتوا هتقسموها الحجم اللي انتوا عايزينه، والاول واحده قطعتوها دي اول واحده هتشتغلوا فيها، واول واحده فردتوها دي اول واحده هتخبزوها. انا هفردها بشكل عشوائي جدا، انا عايزاه الشكل الخبز اللي انا كنت بشوفه في الفلاحين، اللي هو ايه، مش متزوق كده، تحس ان هو معمول بخير وكده. انا عايزه الشكل ده، مش عايزاه يبقى متزوق خالص. انا عايزه اوصل لمرحله ان انا شايفه شكل كده خبز عاجبني وطعمه حلو، وده اهم حاجه عندي بقى. انتوا عارفين اهم حاجه عندي الطعم. فاحنا هنعمله بشكل عشوائي كده، نفرده، بس هنفرده كويس جدا. انا عايزاه رقيق،
رقيق كده ونبططه وتحسوا كده ان وانتوا ماسكينه على ايديكوا ان هو حقيقي خلاص خفيف. ممكن كمان يتخرم مننا عادي ونرجع نلزقه، هتحسوا ان هو يعني بقى رقيق لدرجة انه اتخرم عادي. ممكن تلزقوا رغيف تاني وتسووا. اهم حاجة وانتوا بتفردوه تفتكروا انه الطاسة بتاعتكم اللي هتسووا عليها الخبز هتكفي الحجم ده ولا لا. دي اهم حاجة تاخدوا بالكم منها، عشان انا ساعات كنت بقوم عاملاه كبير كده زي الفطيرة الكبيرة واجي احطها على الطاسة الاقيه كبير، ارجع اكورها وافردها تاني. بصوا تحسي ان هو هيخرج كمان اهم حاجه بقى تسخنوا الطاسه كويس عادي، مش محتاجه اي نوع من انواع الدهان، هيبقى بالشكل الجميل ده. الله، وفي حتت نفخت بقى وكان جميله. على فكره لو انتوا حابين ان هو يبقى اتخن براحتكم، جربوا كده الرغيف يعني يكون اتخن شويه ورغيف خفيف، بس انا عايزه اوصل لطعم معين عشان كده انا خففته خالص. يعني تخففوه خالص كده زي ما بيقولوا ايه، خوف الريشه، احنا داخلين على ايام صعبه عايزين اي حاجه اقتصاديه وطعمها حلو في نفس الوقت تكون صحيه على قد ما نقدر. فاحنا عايزين نحافظ على الاكل الصحي او الشوية اللي احنا خسيناهم. لو بتحبوا سندوتشات او معاكم حد عامل لو كارب، ان شاء الله الطريقة دي تنفعهم جدا، واعتقد ان اي حد هيشم ريحة الخبز وهيدوقه باذن الله هتحبوا كلكم. انا عايزه اقول لكم يا جماعه لما تنشف بقى حاجه جميله قوي بقى بجد، زي ما انا كنت يعني عايزه اوصل للوصفه. لما رققته جدا ونشفته وصلت للخبز اللي انا كنت بكلمكم عليه، اللي هو من الفلاحين بتاع زمان. عمل كتير الوصفه، عملت كتير. انا شايفاها اقتصاديه باذن الله، يكون لناس كتير الطحين ده متوفر عنده، هتحبوا طعمه وتقدروا تشيلوه او يعني تحفظوه في التلاجة او الديب فريزر وتطلعوه وتسخنوه. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم. ما تنسوش لو عجبتكم الوصفة لايك، ولو ليكوا اي كومنتات واي اسئلة تقدروا تكتبوها لي وانا هرد عليكم، واراكم ان شاء الله في وصفة جديدة وتجربة ناجحة باذن الله. السلام عليكم.